السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة ومتابعين معاكم التطورات اللي بتحصل في اسكندرية، وجولتنا النهاردة في شارع المعهد الديني. شارع المعهد الديني موجود في العصافرة قبلي، طبعا شارع معروف جدا في اسكندرية. طبعا شارع صعب جدا، الشوارع مكسرة، كمان احنا داخلين على الشتاء فبيبقى وضع الشارع هنا صعب جدا. صورنا كتير هنا في فيديوهاتنا على القناة، مش هنصور الشارع كله لكن هنصور جزء منه ونعدي الجانب التاني ونشوف كمان الباكيات من الداخل. الباكيات دي اللي موجودة في منتصف طريق شارع المعهد الديني، زي ما حضراتكم شايفين دي الباكيات اهي موجودة على يمين الصورة. طبعا منظرها صعب جدا وكمان من الداخل، غير طبعا الزبالة اللي بتكون موجودة بجانب السور. فياريت يتم إزالة الباكيات الموجودة دي في منتصف الطريق ويتم عمل مكانها مول كبير، وطبعا يتم بقى نقل البياعين داخل المول ده. احنا شوفنا المول موجود في محطة مصر، بصراحة حاجة جميلة جدا، مول منظم. فياريت يتم هنا عمل مول زي الموجود في محطة مصر. بنشوف بصراحة على طول هنا حملات إزالة بتيجي في أسواق اسكندرية، شفنا في شارع القاهرة وكمان شفنا في سوق المنظرة، لكن للأسف البياعين بترجع تاني. وشفنا كمان حملات الإزالة في شارع القاهرة، فمن المحتمل أن يتم نقل السوق الموجود في شارع القاهرة لشارع 30، ولسه هنشوف الأيام الجاية اللي هيحصل في أسواق اسكندرية. وكده بنصور داخل الباكيات الموجودة في شارع المعهد الديني. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الوضع صعب جدا، منظر صعب. طبعا لو اتشالت الباكيات دي اللي موجودة كلها وتم عمل مول زي ما قلت لحضراتكم زي المول اللي موجود في محطة مصر، طبعا هيكون أحسن بكتير. وكده طلعنا من الباكيات. طبعا الباكيات دي عاملة في منتصف الطريق زحمة، غير كده طبعا واخدة الطريق كله. الباكيات دي لو اتشالت هتلاقوا الطريق ده عريض جدا، الطريق هيكون واسع. غير طبعا لازم يتم الاهتمام بالشوارع الموجودة أمام المترو. لازم طبعا يتم تطوير كل الشوارع الموجودة أمام مترو اسكندرية. قدامنا بقى كده مسار المترو، احنا كده قريبين من محطة العصافرة. المحطة موجودة أمام مبرة العصافرة. طبعا شغالين دلوقتي في المحطة وتم عمل خلاص حائط الأمان زي ما حضراتكم كده شايفين. وكده وصلنا لشارع ملك حفني قبلي. طبعا كل ده هيتم تطويره، هيبقى محور ملك حفني محور كبير جدا موجود في اسكندرية. خلاص هيتم فتح قبلي على بحري. كده بقى هنعدي الجانب التاني ونشوف محطة العصافرة. وكده وصلنا لمحطة العصافرة. طبعا حاليا شغالين في المحطة موجودة أمام مستشفى مبرة العصافرة. طبعا محطة العصافرة موجودة ما بين محطة المنظرة ومحطة ميامي. زي ما حضراتكم شايفين شغالين في المحطة، الأوناش موجودة. تعتبر محطة العصافرة من أول المحطات اللي شفناها، متقدمة عن باقي المحطات. وكمان تم تركيب حوائط الأمان وتم تركيب أول كمرتين داخل المحطة. زي ما حضراتكم شايفين هنا تم وضع كمرتين، أول كمرتين داخل محطة العصافرة. وده كده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.